صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقتنا اليوم ملعب الوطن. في البدايه خل اشكر اخوي شاكر العيد. يعني امس الاخوان التشلساويه زعلوا من بعض الكلام لما تناقشنا او يوم السبت مع اخوي مبارك الدوسري. اخوي اسعد مندني على راس الزعلانين. اليوم بغض النظر عن النتيجه اخوي شاكر العيد اهداني تيشيرت تشيلسي ولبسته حتى لا يزعلون من التشلساويه، مع انه ما قلت شيء يعني يزعل. هي مجرد تعليق على الاستفتاء او نتيجه الاستفتاء اللي كان موجود في موقع جولنا. خلينا نرحب اليوم بزملائنا وضيوفنا اللي منورينا اليوم. طبعا اليوم حلقتنا نحتفل فيها ونحتفي فيها بعودة النجم الخلوق نجم منتخبنا الوطني والنادي العربي كابتن علي مقصيد بعد عودته من رحلة العلاج اللي استمرت أكثر تقريبا من شهرين في الدوحة. وبالتأكيد نقول حق هلا قرت عينكم بوصول بوحيدر، وأيضا قرت عين العرباوية وأيضا منتخبنا الوطني. ونتحمد له بالسلامة وحياك الله يا أبو حيدر ونشكره على تلبية الدعوة. اليوم أيضا زملائنا وإخواننا اللي متواجدين معنا على اليمين طبعا مدربنا الوطني كابتن محمد كرم، على الجانب الآخر من الاستديو أخونا العزيز ولاعبنا الدولي السابق كابتن حسين الخضري، أيضا أخونا العزيز ولاعبنا الدولي السابق كابتن جمال مبارك، وآخر الحضور ضيفنا اليوم أيضا زميلنا الإعلامي والصحفي في جريدة الأنباء الأخ العزيز أحمد السلامي. حياكم الله يا أخوان. الله يحييك. صبحكم الله بالخير جميعا. اللي يحب يتواصل معنا اليوم عنده أي مداخلة مع أبو حيدر مع الأخوان المتواجدين، أرقام هواتفنا واضحة على الشاشة. أيضا أبو حيدر راعي حملة. أيضا تويتر وانستغرام. قبل لا نبدي أيضا نشكر الأخوان في العلاقات العامة في النادي العربي، يعني من الإدارات النشطة صراحة، وهم الأخوان بصراحة ولا يهونون الأخوان في نادي الكويت. دائما أي حدث يتعلق بالنادي، أي ضيف يتعلق في النادي، نجد الأخوان في العلاقات العامة سواء يعني بتويتر مسجات، تلقى يعلنون عن الضيف في أي برنامج صراحة وفي أي قناة. الأخوان ونيابة عنهم الأخ علي اليتيم زارنا اليوم في استديو الوطن، وأيضا أهدى كيكة لأبو حيدر مناسبة عودته من رحلة العلاج. نشكرهم بالتأكيد ونشكر الأخوان في العلاقات العامة في النادي العربي ويعطيهم العافية على الكيكة، مع أنه ما أدري ليش بالصورة مغمض أبو حيدر. لا هو غمض. شلون؟ ما كان مغمض الحين لا صوره غمض. قبل لا نبدي أيضا اليوم باستفتاءنا في موقع جولنا، الاستفتاء كان طبعا قبل فترة أو يومين أو ثلاث، شفتوا معانا تصريح ابو نواف اللي طبعا وجه فيه عتبه وملاحظاته لمجلس اداره نادي القادسيه. كان النقاش اللي يدور هل تؤيد ان تكون تصريحات المدرب محمد ابراهيم او اي مدرب اخر نقول ان تكون علنيه لمجلس الاداره، لاداره الفريق، لاداره الكره، ام تؤيد ان تكون غير علنيه؟ الاستفتاء 89.47 ما ادري هل هم متضامنين مع ابو نواف ومؤيدين التصريحات انها تكون علنيه، ام انها بالفعل هالاستفتاء او النتيجه انهم مع التصريحات العلنيه. كم بالمئة؟ 89.47 و10% ما يفضلونها علنيه. يعني ابو علي انا اسالك كمدرب، انت استلمت فريق بغض النظر اي فريق من الفرق وصار في تقصير من اداره هالفريق، هل يعني شيء طبيعي انك تطلع حق وسائل الاعلام وتقول والله مجلس اداره ما وفر لي، مجلس اداره ما رتب لي الامور، مجلس اداره مقصر، ولا تفضل انها تكون خلف على قولتهم الابواب المغلقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهو شوف بالبدايه انت اول تروح حق على قولتهم في الغرف المغلقه بينك وبينه بتقعد وهذا، بس اذا شفت ماكو اذان صاغيه مثل ما يقولون ما يبي يحلون المشكله، طبعا انت وبعد نوعيه المدرب. يعني انا لما الحين بيب على محمد ابراهيم بيب بشكل عام، محمد ابراهيم يعتبر ولد النادي، يعني معيال نادي وحاز بنفسه، يعني حتى يمكن لو مدرب ثاني بيقول نفس الكلام، ان الاداره لازم توقف، لازم وفعلا يعني شايفين ان الخلل اللي حاصل في الفتره الاخيره في النادي، فلازم مجلس الاداره موقف. فانا ايد ان اذا ما فاد في الامور في الغرف المغلقه مثل ما يقولون في الاجتماعات السريه يعلن، بس بدون تجريح.
بدون شيء. يعني يقول المشكله بان نتمنى يكون لنا المشكله مثل ما قال محمد، قال انا وعندي ثقه في مجلس الاداره عندنا، نعم في هالطريقه تقول انه لازم يساعدوني علشان ينجح الفريق، عشان الفريق يرد لمكانه الطبيعي. طيب. فاعتقد بدون تجريح. ابو علي، البعض يقول حق مثلا ابو علي بالفعل يعني لما يكون ولد النادي يفترض انه ما يطلع في العلن. البعض يقول انه ولد النادي يعني هو من عيال النادي، فيمون على رئيس مجلس اداره، يمون على مجلس جهاز الكره، يمون، فبالتالي يفضل انه ما تكون علنيه، تكون بين، بما انه هو ولد النادي يعني. شوف عزيز، وانا اتفق مع كابتن محمد كرم، وايضا لكن السؤال شو اللي خلى كابتن محمد ابراهيم يطلع بهذا التصريح؟ اتوقع انه كان في خلينا نقول من الملاحظ ايضا في عزوف الجماهير نادي القادسيه في حضور مبارياتها ضمن الاسباب، ان حسب في مشاكل، ان حسب يمكن تكون في قصور من اداره الفريق او اداره نادي القادسيه. انا اعتقد يمكن وصل لطريق مسدود كابتن محمد ابراهيم مع الطلبات اللي كان يطلبها بتعاقد او بمحاوله انك دفع الرواتب للاعبين. اعتقد ضغط جماهير وتساؤلات الجماهير ايضا، ان محمد ابراهيم ما يكون بوجه المدفع بروحه ضد هذا الضغط الجماهيري. طيب. فلازم يطلع يبرر. فالحين الكره نفس ما قال كابتن محمد ابراهيم، انا الحين قطيت الكره في اداره الفريق فكمجلس اداره. نعم. وبعدين اذا ما تتوفر عنده هذه المتطلبات، الريال عنده نهائي وقاعد ينافس على الدوري. اوكي. فلازم الاداره كلها وايضا الجماهير كلها توقف مع كابتن محمد مع الفريق. اوكي. احمد، انت كاعلامي والله انا مع وجهه نظرك مع ال 89 ولا مع العشرة؟ لا طبعا مع ال 89، لان محمد ابراهيم باكر اذا اخفق في لا قدر الله راح يكون الملام هو بالدرجه الاولى مو الاداره، راح يتحمل المسؤوليه كامله. انت اللي خطتك فاشله، انت اللي ما قاعد تلعب فلان، وانت اللي قاعد تستبعد فلان. احنا وصلنا مرحله ترى في شغله وايد مهمه اللي هي عمر السومه يبي يتزوج، مو قادر يتزوج بسبب الضائقه الماليه اللي قاعد تمر فيها اداره نادي القادسيه. نعم. نادي القادسيه او مجلس اداره نادي القادسيه مسوي جروب بالواتساب حق الصحفيين. طرشت لهم اسئله من كم يوم، عمك اسمخ ما حد رد. اكثر من اعلامي اتصل فيهم، اعطونا وضحوا لنا الامور، خلينا نعرف شو اللي قاعد يصير في القادسيه. وين المشكله الاساسيه في نادي القادسيه؟ هل المشكله معنيه في الهيئه العامه للشباب والرياضه ان ما اعطتكم ميزانيات؟ ولا انتم عندكم مشاكل ماليه؟ ولا امين الصندوق مو راضي يوقع لكم الشيكات؟ شو اللي قاعد يصير في نادي القادسيه؟ الصمت هو يعني الرد الوحيد، مع العلم انه قاعد يشوفون ويتابعون كل كلمه تنكتب في الجروب، لكن ما في اي رد. عزيز ننقل هالموضوع. اوكي، قبل تطوي مخصصه قبل تطوي كلام اخوي احمد اعتقد واضح ودقيق. انا سمعت ايضا، ما اتبنى هذا الكلام، ان ايضا حتى الموقع الرسمي في نادي القادسيه المسؤولين عليه قاموا يهجمون، يعني مثل ما تقولون هجمات شرسه وكبيره على مجلس اداره نادي القادسيه، لان الجمهور القادسيه ومتابعين لموقع نادي القادسيه مو راضين على الوضع اللي قاعد يصير في نادي القادسيه. حتى انا التقيت في واحد من اللاعبين مو في لعبه كره القدم ايضا يتشكى في هذا الجانب. انا ماني هجوم على نادي القادسيه، لكن في مشكله حاصله في اداره نادي القادسيه بشكل عام. اعتقد انا واحد من الناس محبين لنادي القادسيه، ما ارضى بان هذا الامر يحصل في قلعه كبيره اللي تمثله في نادي القادسيه. عموما نتمنى ان شاء الله التوفيق لابو نواف في مهمته، ونتمنى التوفيق لمجلس اداره نادي القادسيه. ننتقل سريعا لموضوع حلقتنا. هذا كان تعليق على الاستفتاء اللي موجود في موقع جولنا، وايضا قبل نهايه الحلقه راح نشوف اذا في اي تغيير على الاستفتاء او نتيجه الاستفتاء. خلونا نروح حق تقريرنا المتعلق بطبعا كابتن علي مقصيد. زميلنا طلال الصراف حضر وكان في استقبال ابو حيدر لحظه وصوله، ونتشرف يمكن اعتقد القناه الوحيده اللي كنا في استقبال ابو حيدر، وهذا شرف لنا، وهذا دلاله على اهتمامنا بلاعبينا، مو بس لما يسافرون علاج او لما يحققون انجاز، حتى لما ايضا يردون من رحله علاجهم الطويله احنا نكون في استقبالهم. نشوف التقرير مع اخونا طلال الصراف. وصل إلى أرض الوطن اللاعب الخلوق علي مقصيد بعد رحلة العلاج التي قضاها في الدوحة بعد إصابته في إحدى المباريات. احنا عارفين ان راح يوقف النشاط لمدة شهر من بعد يوم السبت، يعني عندنا لغاية 23/1. هذه فرصة جيدة حتى عندنا المصابين
عندنا بعد لاعبين مصابين ان يعودون ان شاء الله، مثل عبد العزيز السليمي، محمد فريح، ان شاء الله يكونوا قادرين للعوده باذن الله على بدايه القسم الثاني باذن الله ان شاء الله، وتكون الصفوف والمباراه النهائيه طبعا احنا هو محدده كان 28 واحد، ان شاء الله يكون احنا كلنا جاهزين باذن الله. وهو مصاب يا له عرض من الاخوان بالسعوديه ويا استشار النادي، وفضل انه يقعد بالنادي على انه يروح شو اسمه. طبعا اصابه علي انا احدثك عنها بدايتها احنا طبعا كنا طالعين معسكر على البرتغال، طلع ويانا البرتغال. هناك طبعا هو كان يحس باصابه من الكويت، تمرن ويانا، دخل ويانا التمرين، لكن لا زال يحس بالاصابه. احنا فضلنا ان علي يرجع الكويت يكمل علاجه على احنا ما نرجع، ما كنا متوقعين الاصابه تكون بهذه القوه يعني. العلاقات العامة والمسؤولين في النادي العربي تواجدوا في مطار الكويت الدولي لاستقبال نجم الفريق، كما كان والده وابنه من ضمن الحضور. أشكر كل اللي حضروا اليوم، يعطيهم ألف عافية، وهالشيء ما راح أنساه. وأشكر كل من سأل عني واتصل علي، وحتى بالمسجات بالواتساب سأل عني، لأنها فترة صعبة، فترة العلاج، حتى مو مجهز كلام أقوله صراحة يعني. ولكل حادث حديث إن شاء الله، في كلام وايد ودي أقوله بقلبي. طبعا أبارك حق الزعيم العرباوي النادي العربي على مواجهة أمس. طبعا كل المباريات قاعد أتابعها هناك بالتلفزيون، قاعد أطالع المباريات، والحمد لله قدموا مستوى رائع طول البطولة، ويستاهلون أن يكونون بالنهائي ربعنا. وبالنسبة حق العودة، طبعا يبي لي بعد تقريبا اسبوعين الى 3 اكمل علاج هني. خذيت البرنامج لاني تعبت هناك صراحه، يعني شهرين هناك، فاكمل علاج هني، وما باقي شيء، باقي على قولتهم مثل شعره من العوار على ما يروح ان شاء الله. الملاعب افتقدت لمجهودات ومهارات هذا اللاعب الخلوق خلال فترة علاجه، وقال بأن لديه الكثير من الكلام لا يستطيع قوله وقت وصوله، فنتركه الآن لقول ما يريده مع الزملاء والمحللين بالبرنامج. استقبالا حافل للاعب الخلوق علي مقصيد بعد عودته من رحلة العلاج بالدوحة من قبل أهله والجهاز الإداري بالنادي العربي. طلال صراف، مطار الكويت الدولي، لبرنامج ملعب الوطن. شكرا اخوي طلال، ومره اخرى نبارك طبعا لاسره علي الكريمه عوده ولدهم ان شاء الله مشافى معافى. وحيدر، اول شيء خلينا نتعرف على نوع الاصابه والسبب في اختيار سباير للعلاج فيها. طبعا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب فيكم صراحه، واتشرف اني اكون موجود ضمن هالبرنامج وضيف على هالبرنامج بظل وجود هالعمالقه. يلا بعد تلشنا فيك شو نسوي. ومشكورين صراحه، يعني حتى اخجلتوني صراحه بحضوركم بالمطار وبدعوتكم لي، يعني مثل ما تفضلت انت قلت ان القناه الوحيده اللي حضرت. طبعا اللي كان عندي شرخ بالمشط، تكرمون الريل، بوجه الريل، مشط الريل مو عبالك هذا. ف تقريبا شهر واسبوعين بعدين صادوا الاصابه. طبعا بالبدايه ما انصادت الاصابه، يعني كانت انه رضه، لان بالاشعه العاديه ما يبين انه شرخ، لازم اسوي مقطعيه. فبعدها شهر تقريبا بعدها اكتشفوا انه في. تعورت 1 أغسطس في مباراه وديه مع النصر السعودي في دوري شهر الثانيات كامل وهم يعالجوني ككدمه، بس مجرد جبسوك كنا بالبدايه بعدين يعني. لا بعدين اكتشفوا. من اللي يعالجك؟ طبعا كنت ويا النادي ورحنا بالامارات مستشفى، سووا لي الاشعه العاديه. ما بين انه كدمه، كان يقولوا لي اسبوع وترد تلعب. من اللي قال لك هذا بالضبط؟ دكتور الفريق ولا في الفريق ولا والدكتور المستشفى نفس الشيء. اوكي. هو من البدايه مسوي مقطعيه افضل لك. ما صار سبحان الله. يعني حتى ما فكرت فيها انا، يعني لما رحنا البرتغال هم كنت متعور يعني، ورحت البرتغال قلت يعني عشان اعالج هناك اكمل، وباشراف الدكاتره يكونون موجودين. العوار مو راضي يروح، قاعد يعالجوني ككدمه. عاد بنص المعسكر نفس الشيء، عوار يعني تنرفزت. كان اقول لهم ابي اشعه مره ثانيه، وما قصروا صراحه، ودوني سيده هم اشعه مره ثانيه. يبا ما فيك شيء. حتى بالبرتغال قالوا لي الاشعه ما فيها شيء، يبا كدمه وفي تجمع دموي شويه تكرمون وبس. كملت علاج على بنها كدمه، ويروح ان شاء الله، وان شاء الله يروح. رديت الكويت عوار، رحت حق الدكتور عبد المجيد البناي، رحت الاتحاد، كان اقول له ترى قصتي كيت. كان يقول للامانه، قال اشك 80% انها شرخ،
روح سوي لي مقطعيه. والحين كتب لي ورقه سبحان بسرعه رحت مزايا سويت الاشعه، ثاني يوم طلع التقرير ولا شرخ داخل العظمه. فمكان يعني صعب انه ينكسر، يعني طقه وايد قويه. من اللي طقك كان تذكر؟ وليد علي. لا ويا النصر السعودي. شتري الواحد من تحت فبراغي اللابتشين. للاسف احنا كانت المباراه عندنا بس قاعد ندور اللقطه. لقطه من الكويت كانت المباراه؟ اللي بالسعوديه ويا النصر السعودي. عندنا بس قوال المباراه ما عندنا لقطه. اكثر الاصابات الحين قاعد تصير، يعني شوف كابتن علي وكابتن بدر مطوع، خاصه من جزاكم الله اللابتشين الجديد هذول اللي النوعيه الجديده اللي خفيف، البراغي قويه. الخفيف هو من فوق ومن تحت هيك مبوز البراغي ملوته نفس ما قال الكابتن علي. فاعتقد ان الجوات هاي قاعد تاثر على اللاعبين، وخاصه الاصابات الجديده اللي قاعد تصير كلها بالمشط. علي نعم، وسبب اختيار اسبيتار طبعا سباير ورحله العلاج كلها يعني صارت سبحان الله، يعني الله سخر لي شخص مشجع عرباوي سبحان الله، يعني لا كويتي. سبحان الله صارت صدفه يعني. طبعا قبل اروح المستشفى بيوم انا مجبس ريلي، الحين كنت مجبسها شهر ونص، بروح ابدل الجبس، رايح المستشفى ولا مشجع عرباوي شافني، رياض الشمري يعني امسي عليه بالخير. شافني بالكويت بالرازي. شافني بروحي فقال لي كابتن علي شلونك شو اخبارك ورحب وهذا. كان يقول لي بروحك ما حد جاي وياك، وين النادي وين؟ قلت له هو ما ادري شنو وجهه نظره، عباله انه يعني مثلا لا او لازم يكون وياي وايد ناس وكذي يصكون النادي وياك. اي فقال لي يعني وين بروحك قلت له جاي اغير الجبس وبس. كان يقول لي اوكي وين شنو قاعد تعالج؟ قلت له وضعي بالكويت وجبس وهذا. فكتب بتويتر وكذي ان علي ما فيه اهتمام حقه وهالسوالف وكذي. للامانه يعني نائب الرئيس السيد عبد العزيز عاشور قرا الخبر، سيده رفع السماعه وانا بالمستشفى وقال لي اي ديره بالعالم نقها، اي ديره تبي والعلاج علي. ما قصر صراحه، وقلت له ان شاء الله. عاد هني فكرت اني اروح برا، يعني ما كنت مفكر صراحه، وما حد قال لي ولا يعني قاعد اعالج جبس واعالج. بنفس اليوم سبحان الله بالليل رايح عرس حميد القلاف، امسي عليه بالخير، ولا اشوف مسعود فريدون لاعب السالميه قبل. علي مسعود اخوه. فصاير فيه نفس الشيء، وظل بالكويت 7 أشهر وما رد. لما اخوه قال له تعال سباير خل اكلم لك ناس كذي، اخوه علي اللي بقطر، اللي بقطر، 21 يوم ورد ولعب والحمد لله. فصارت ببالي قلت ليش اروح اوروبا بعد، يعني غربه وهذا، فاخترت سباير والحمد لله يعني توفقت. ابو علي يعني احنا قاعد نشوف لقطات يعني ما ادري صراحه، انا يعني ما ايش اقول. يعني احنا نقول اعضاء مجلس الامه اللي يعني رياضيين، رئيس مجلس الامه رياضي، الاخوان الله يسامحهم بس اعضاء مجلس الامه همهم قانون الرياضه، وطالعين احنا نعرف شنو القصد من تساؤلهم وسؤالهم البرلماني حول قانون الرياضه، لكن ما نبي ندخل بالنيات. يعني اليوم اسبيتار مستشفى قاعد يتعالجون فيه عيال الكويت، يعني معقوله ديرتنا ما تقدر تسوي يعني منشأة طبية تعالجون فيها يعني الرياضيين؟ كل ما يتعور واحد يبتلشون فيه ما يدرون وين يودونه، وبعدين يودونه الدوحة، مع احترامنا للدوحة والنعم فيها. يعني نقول يعني قريبة يمنا الدوحة، مو رايح لندن ولا أمريكا ولا فرنسا عشان نقول والله هم أكثر تطورا من. معقولة الكويت كل إمكانياتها ولا واحد من المسؤولين يقول ليش ما في منشأة تعالج الرياضيين بالكويت، خليها على اعلى مستوى، مثل ما احنا عيالنا يروحون برا ويروحون الدوحه، خلهم القطريين يجون الكويت، خلي السعوديين يجون يتعالجون عندنا. كل ما واحد راح حق سالم الزهراني في الرياض، واحد راح اسبيتار، واحد حق محمد سالم من البحرين. صحيح. يعني شيء اي صح، لان انا شايف محمد سالم ليش لا انا قاصد جايب محمد سالم عشان اقول لك الطامه الكبرى اللي اكثر من كذي. دكتور محمد سالم كان عندك بالكويت، صار الغزو طلع مع الغزو هذا رد، صار التحرير يبي يردونه. مسؤولين وزاره الصحه وعلى راسهم وكيل وزاره الصحه السابق بدون ذكر اسم رفض انه
لا هو رفض بعد معروف، رفض وعناد متعمد. ليش انه كان الله يرحمه فهد الاحمد كان يطلع في ايام المنتخب ذاك، ليش انه كان يطلع يروح مع المنتخب والوزاره، وصار يوم ما دخلوا محمد سالم راح البحرين. الكويت، راح البحرين، الكويتيين قاموا يروحون للبحرين. يعني هو عندك انت خليت الكويتيين بدل ما يقعد هذا يعني طابل الكره. فالكلام اللي قاعد تقوله صحيح 100%. فانت الحين يعني مستشفى، احنا بعد الحين احنا مستشفى جابر وصارت مشاكل عليه وهذا، احنا مستشفى عادي الحين مو قادرين. فالمستشفى هذه لاصابات الملاعب، اصابات الرياضيين، اصابات الملاعب هذه يعني، واعتقد ان اسهل منها ماكو تسويها مستشفى ولا تكلف. انا اعتقد مثل تكلفه المستشفيات العامه هذه الكثيره، يمكن اقل لانها بتصير متخصصه وشيء معقول. هذه للعظام واصابات الملاعب، بس يبي الناس المتخصصين تجيبهم بدل ما يكونون برا يكونون مع. شفت الاجهزه اللي شفناها، التصوير اللي شفناها، انا شفت ايه الاجهزه اللي قاعد اشوفها يعني مثل ما قلت عزيز ان دول يمك. لا تقول انت والله بتقول بروح رايح امريكا ولا رايح روسيا ولا رايح الدول هذه اللي متقدمه بهالامور هذه، تقول والله صح هاي بعيده ومتطوره وصايدتنا، لكن دول يمك يعني مع احترام لهم امكانيات، ولكن الناس تبي تشتغل، هني ناس ما تبي تشتغل. ابو علي في كل نادي مركز طبي، الصراحه ما ادري يعني المركز الطبي اللي بالانديه بس مجرد مركز طبي يعني يمشي الحال، ولا ما ادري. انت لاعب وكنت تمر على هالمراكز الطبيه في انديه. والله شوف انا واحد من الناس لما كنت اصيب في النادي ما كنت اتعالج في النادي، اوريدي كان نفس ما ذكر اخوي جمال مبارك، في دكتور كان مميز عندنا مع دكتور مجيد البناي، دكتور بلري، هذا واحد من الناس اللي فرط فيه خلينا نقول الاتحاد ولا فرطوا فيه وزاره الصحه ولا هذا يعني. حتى اتذكر يوم رحت سويت عمليه الرباط الصليبي قال عندكم، او الدكتور بركش بروفيسور بركش في هنغاريا قال عندكم دكتور، انتم ليش جاييني بالضبط؟ قلت له من تقصد؟ اقول عندكم دكتور بلري، هاي دكتور بلري يسوي عمليات بس. حق تشوفشينكو فحق تشوفشينكو لاعب ميلان مسوي العمليه. فاقول لك لا والتكلفه عزيز، التكلفه عزيز ترى في النقطه عزيز. الانديه الكبيره ليش ما تهتم بمراكزها الطبيه؟ الانديه خبطوا لزقوا والله يعين بعض الانديه بعض المرات. يعني اقول لك هذا واحد من نادي السالميه، يمكن حتى الجاكوزي ذكر احنا كنا نستعملها، لكن الحين تروح تشوف الجاكوزي اللي حطته مختار ماكو صيانه، لازم الهيئه ولازم، فلها مراسلات ولها شغله طويله. لكن الجاكوزي ها مراسلات لازم، هذا لازم بتسوي اي شغله لازم والله العظيم الروتين هذا. لكن عزيز انا اقول لك واحد من الناس انا ما ترى خير من الحكومه يعني بشكل عام، يعني حتى زي ما قال لك مستشفى جابر صار عليها ضرب مضارب واحترق وشيء من القبيل، لكن انا اقول لك ترى الديره هذه فيها ناس طيبين وفيها ناس خيرين. شوف وايد من الناس التجار اللي يتبرعون خلينا نقول حق المعاقين، حق السكر، حق الامور هذه كلها. لكن انا سؤالي صابت نفس ما ذكرت في البدايه، اغلب السياسيين الحين الموجودين على الهرم السياسي رياضيين بالاساس، ومنهم يملكون الخير وتجار، عدل او عدل. للحين ما سوي شيء الرياض، للحين ما سوي شيء الرياض، لا احتراف لا تفرغ لا ليش ما سوي؟ وتصدق عزيز لو تصير بالكويت تكلفه اقل، لكن ما شلون يفكرون، لكن تكلفه اقل منه يروح برا. لكن خليني اقول لك شغله، لكن الحمد لله ان يا ابو حيدر ان لقيت لك ناس يحبونك، منهم الجمهور العربي منهم الجمهور الكويت، وامانه اقول لك الحمد لله انك لقيت احد يعالجك ويتكفل بعلاجك اداره النادي العربي، وايضا عبد العزيز عاشور. الموضوع لو عالج من اللاعبين اللي مهضوم حقهم او انه مو مشهورين اعلاميا، شو يسوي هذا؟ طيب صح. هذه النقطه ايضا يعني خلينا نستمر بنقاشها بموضوع اخر. اليوم يعني حتى الدوله مقصره ابو خالد في موضوع اهتمامها بلاعبين دوليين. يعني اليوم ابو حيدر الله سخر له مثلا عبد العزيز عاشور، الحمد لله. زين بدر مطوع يمكن الله سخر له الشيخ طلال الفهد ولا الشيخ خالد الفهد. سين من الناس يمكن الله سخر له فواز الحساوي، مرزوق الغانم. احنا نتكلم في لاعبين او يمكن، لكن احنا نتكلم هذا واجب الدوله، يعني هذا لاعب دولي. اذا الدوله ما تقول والله مثلا، انا اقول ليش مو الهيئه تقر قانون مثلا الدولي الحكومه تتحمل 100%، بس لاعب محلي مثلا الدوله 50%، ما ادري يعني لازم في امور يعني ما يصير ادور والله واحد الله يسخر لي عبد العزيز عاشور ولا يسخر لي جمال كاظمي ولا الله ينعم علي فواز ولا مرزوق ولا يعني، والدوله شنو قاعد تسوي لي اياها؟ ابو سعود احنا الدوله شوف يعني صراحه يعني الواحد ينحرج على قولة اخوان. يعني اخر مستشفى سنه 81 مستشفى العدان سواها، والحين ماكو مستشفى سواها بعدها. فمو مهتمين لا بالرياضه ولا بالايا كان، مو مهتمين. اللهم انتم معارفك انتم وربعك
فزه وياك، في ناس بيموتون عزيز، يعني خلينا احنا كرياضيين اصابات ملاعب ما يخالف، بس الناس بيموتون. ربحهم قط لهم قطيه يقول لهم روحوا، يروحون حق الدوله يعطون موعد بعد شهرين، لا شوف الرجال ميت وينه؟ يسالون عنه. فقاعد اقول لك في نقص كبير خاصه على اخواننا الرياضيين. وما اذكر الهيئه ابو خالد، يعني في حركه حلوه اللي اعلنوا عن مكافاه حق المعتزلين، صح؟ اعتقد اللي الدولي ما ادري كم في لها نقاط، كل واحد له نقاط. انت هم حط هالنقطه انه والله مثلا المصابين تامين اساعده ماديا يعني. عزيز اهم شيء اخي اسوي له تامين. لاعب منتخب قاعد يمثل الكويت وقاعد بعمر مو بس لاعب منتخب، لاعب النادي هم لاعب نادي مشاركات خارجيه قاعد يمثل الكويت. فليش ما حط التامين حق اللاعبين كلهم؟ هم مداشين عالم الاحتراف، كل دول العالم عندهم احتراف ما عدا الكويت، واحنا بادين اول ناس. هذا الظلم اللي قاعد يصير على لاعبينا، وحتى الامكانيات اللاعبين وحتى امكانيات المحترفين. اللي يقول الكويت ما له خلق يقول الكويت من يعني الاخوان اعضاء مجلس الامه الخمسه اخصهم بالذكر، يعني اخونا العزيز دكتور عبد الله طريجي، راكان نصف، مبارك حريص، فيصل الشايع، والخامس دكتور عودة الرويعي. يعني خلصت كل مشاكل الرياضه يا اخوان، ورحتوا قانون الرياضه، يعني تامين طبي، تفرغ، احتراف، منشاه، هذول كلها مو هامتكم، هامكم قانون الرياضه لازم يتعدل. احمد احنا نرجع حق نقطه المنشاه، يعني اليوم ما شاء الله الايادي البيضاء كل منشاه طبيه في الكويت بتبرع من اسره كريمه او من شخص كريم، والله يجزاه الخير. يعني مو الدور على وزاره الصحه اللي بيتبرع الان، ما ادري هل الدور على وزاره الصحه او على المتبرع، انا ما عندي فكره، لكن مو المفترض ان وزاره الصحه تقول والله ترى مثلا احنا بناخذ هالتبرع بنخليه منشاه طبيه، ما نبي مركز مثلا تخصصي ولا جلديه ولا ما ادري. يعني انا اقصد هذا الدور، هل على المتبرع هو لازم يقول انا ابي مستشفى مثلا علاج اصابات؟ خل ابدا من وين ما انتهى وبعدين اجاوبك على الجزئيه هذه. عندنا هني مركز الطب الرياضي بالكويت، طبعا مركز ما له اي دور، ما له اي قيمه، المعدات اللي فيه قديمه، امكانياته ضعيفه. اللي بالخالديه صح. الدكتور مساعد الكريباني مدير اداره اعداد القاده في الخالديه قبل كم سنه سوى تصور مع الكروكي مع شغله كله لبناء مستشفى متكامل للطب الرياضي فقط لا غير. حلو. وكان اعتقد المكان اللي اختاروه في صليبيه، قالوا على اساس انه في مساحه كبيره وارض وغيره ويبنوا الملعب، ويعني من اروع ما يكون. حلو. الى الان الدراسه هذه موجوده محفوظه بالادراج في الهيئه العامه للشباب والرياضه، ما شافت النور اكثر من 5 سنوات او 4 سنوات. دراسه أنا اول مره اسمع عنها يعني بامانه صراحة. الرجل مجتهد دائما. قبل كم سنه؟ من 4-5 سنوات. يلا تفضل. محفوظه بالادراج، ما زالت موجوده بالكروكي بكل شيء، حتى في المكان اللي اختاروه بالكامل. موضوع بناء المستشفيات من قبل المتبرعين، ابو سعود انت تدري ان عندك خبر ان حتى الديكورات اللي داخل المستشفى مو بكيفك انت تختارهم، لازم تكون لجنه مختصه من الصحه. انت بس تعطيهم الفلوس، انت تعطي واحنا اللي نعطيك على مزاجنا، تلتزم في قوانيننا وقواعدنا، مو بكيفك تيجي تصمم المستشفى، لان هذا مو خاص يعتبر، يعني فوق ما انت قاعد تدفع الفلوس لا لازم تتبع المواصفات الخاصه اللي احنا نفرضها عليك. انت تدري عزيز أن تكمله الكلام، انت تدري اكثر الحين الحوادث، خلي اصابات الملاعب، ترى من الحوادث تصدق هالمستشفى لو يصير حق الاعضاء متخصص اصابه الملاعب ما يفيد بس اللاعبين، يفيد ناس حتى مالت الحوادث مالت الامور هذه، يعني وايد يفيد هالمستشفى، يعني اصابه متخصص لاصابات الملاعب وللعظام مهم جدا، مع احترام مستشفى الرازي وناس متخصصين عشان كذي اي حق الكل. وانا اقول حق الرياضي، خله حق الرياضي. اوكي خل اقول لك شغله، انت مشكله علي مقصود الحين اللي سولفنا اياها تدري شنو؟ مشكله ناس متخصصين، كل واحد التشخيص اهم من العلاج. احنا عندنا ابو خالد عبالنا بس تعال عالج، العلاج مو مهم، اللي هم التشخيص اهم من العلاج. كل واحد قال له شيء، فانت لو عندك ناس متخصصين، لو عندك المستشفى الخاص هذا ما يضيع، علي ولا غيره ولا اي لاعب. علي عشان كذي بعض الدكاتره يطلعون من المستشفيات يروحون يبطلون عياده خاصه حقهم، ويروحوا لهم اللاعبين، يروحوا لهم ناس يعني حتى رياضيين يروحوا لهم، عرفت؟ علي عطنا فكره بس عن الاجهزه اللي موجوده هناك، يعني احنا شفنا لقطات او صور، صراحه اول مره اشوف الجهاز اللي لابسه كنا ما شلون صاير، ما ادري انا يمكن بالنسبه لي اول مره اشوف، بس انت ما ادري يمكن. حتى انا والله صراحه اول مره هم يعني لما رحت استغربت صراحه، والدليل انه يعني لاعبين من اوروبا قاعد يروحون، يعني
قلت لك ابراهيم عفلاي كان موجود لاعب برشلونه، يعني مو صحيح. مو اي نادي يعني. راؤول بحكم انه بالسد هو هم شفته هناك موجود. لاعبين الام بي اي بالسله شفت لاعب هناك. لاعبين بالدوري الانجليزي جزائريين وكذي. يعني يوم مرحله اعداد او تاهيل حق مستشفى سبيتار يعالج ويرد. انا ابي الصوره الحين. فالاجهزه وايد يعني في جهاز اول مره اشوفه هذا شوف هذا الجهاز هذا يشيل. اي والله عن مستشفيات الكويت مع احترامي. هذا يخفف وزنك، يعني كم وزنك تبي وانت تركض؟ يعني مثلا الحين ابي 20% من وزني. نعم. يخلونه بس 20% من وزني عشان اقدر اركض. يعني ما راح يصير ثقل او لود على المكان نفسه. وكل كل كم يوم يزيدون. هذا حمام السباحه. حمام السباحه يعني انصدمت صراحه، بعد اسبوع اكتشفت طبعا. وانا قاعد يعطوني تمارين وكذي، طبعا اجهزه عندهم وهذا يعني ومدربين وعلى راسك على قولتهم، ومتابع حاله بحاله ورقه ويسجل كل يوم شنو التطور وكذي. حمام السباحه بنادي العربي هذا ابو قيس يلبس وزار ويطب فيه. لا وقال لي عند حمام السباحه الارضيه بعد قلت لك بعد اسبوع ولا في تمرين لازم اركض وما احوش الارض. نزلوا الارضيه بدقمه ولا تنزل الارضيه، صار عميق يعني اول مره صراحه اشوف كذي انا. لما خلصت خذيت دش تسبحت وخلصت بس بمشي قلت خلاص اصور المسبح. جيت ولا ماكو مسبح ولا مرتفع على الارض، صاير سيده. صدق نفس ملاعبنا، احنا ملاعبنا صوب الكره الفجل تلقاه. انا علي بس كم تكلفه يعني ياخذون منك يعني كل فتره علاج بالساعه باليوم؟ طبعا التشخيص والدكتور والاشعات بالبدايه هذا اللي كان مكلف صراحه، يعني حتى وانا رايح قالوا لي الفتره الاولى هي اللي مكلفه، اشعاتهم غاليه لان 3 انواع اشعه سويت وعلى مرتين، يعني اول فتره ولما اخلص عشان يشيكون شنو الفرق. وطول واسبوعيا كالجلسات السباحه التقويه العلاج. وبعدين بالفتره الاخيره الملعب يعني في وبنفس المكان طبعا ترى كل شيء في مسبح، في صاله حديد، في مكان حق العلاج، يعني 5 دقائق تدش المكان الثاني، يعني كل شيء حتى الملعب موجود. يعني القطريين يتعالجون بفلوس بعد القطريين؟ لا القطريين بورقه من النادي. وشنو عندهم نظام، هم في اكثر اللاعبين القطريين يخاف يروح هناك سباير قصدي سبيتار المستشفى وايد يحاتون. المستشفى ما يطلعك لا مو تكلفه. المستشفى ما يطلعك الا متاكد منك 100%. فاللاعبين القطريين اذا راح بورقه النادي يعطيك ورقه يقول لك روح عالج. تروح تعالج مثلا قالوا لك شهر، انت اللاعب عموما بالعالم يبي يرد باسرع وقت. ما يبي يطول فما يروحون هناك. ليش؟ لان هناك دقيق 100%. عرفت؟ يعني يعالجك صح. في اللي ما يحبون يطولون ما يروح، بس زحمه يعني. زين نصير في تحسن يعني الحمد لله. لا 90%. لا وبعدين عزيز انا والله هذول ربعنا الحين اللي قاعد نشوفه شو صدق ما يعرفون يشتغلون ولا يعني استغفر الله واحد يقول يعني يسمحون لك ما يفتهموا. لا شنو ابو علي؟ والله العظيم والله مره قالوا ابو علي قالوا لازم اللي على الجهاز الطبي يكون دكتور عشان يفهم. هي امكانيات عشان يعرف شنو احتياجات الوزاره والعيادات. حطوا دكتور على وزاره الصحه اذكر، ما دكاتره اسمه وايد. سوى شيء حق هذا ما سوى. جابوا غير دكتور اهم نفس الشيء، جابوا دكتور يعني هذه ما فيها، هذه ما فيها حتى استثمار. يمكن هذه غير العلاج استثمار ربح فيها يا اخي. الحين تكفى مو حطوا مره وزير الصحه دكتوركم قبل شو اسمه المحيلان شنو سوى حق الرياضيين؟ اقول لك كان هو الدكتور ولا عياده واحده حق الرياضيين سواها. شوف عزيز اذا بتروح فاصل في شغله انا بروح حق فاصل. بس قبل الفاصل ليش قلت انا حق كابتن علي مقصيد في ناس تحبك وتتابعك وتكفلت في علاجك، وايضا يمكن غير عزيز عاشور في يمكن 1000 واحد. انا واحد من الناس احمد ربي انه في فتره علاج الشيخ خالد اليوسف رحمه الله عليه من المشي يعني عوار في الركبه اللي كنت مسوي فيها عمليه رباط صليبي، وايضا شخص لي اياها قبل لا اسافر الدكتور مجد البناي، قال لي تحتاج الى جراحه واذا تبي شيء سريع اسحب لك من الماي حق الغشاء وهذا لكن يرد عليك. والله العظيم ان هناك انا في فتره العلاج شيخ خالد فشاف العوار اللي قاش عندك، قلت له ما ادري عوار ما ادري، يقول له روح حق الدكتور. راح حق الدكتور وين بامريكا رحت حق الدكتور يقول تحتاج عمليه.
لا ما ابي اسويها هذا. قال بصراحه لا سوها. قلت له انا جاي على اساس اكون ويا ولدك صباح وعندك يعني تكلفه العمليه $17,000 امريكي. سويتها وكان معي العم عبد المحسن براك الاستاذ ابو عبد المحسن. ليش لما اقول لك في ناس تحبك وهذا، فانا اقول لك يا الحمد لله انا كانت في ناس تحبنا وكانت مهتمه فينا اكثر واكثر يعني. نروح حق فاصل اعلان وبعد ذلك. ليش؟ حياكم الله ويانا. اخذ بس قبل لا اخذ بعض التغريدات نهني الاخوان في شركه الوطنيه الاتصالات على هالاعلان الجميل صراحه، الله يعطيهم العافيه. من الاعلانات اللي نستمتع احنا نشوفها. الله يعطيكم العافيه يا اخوان في الوطنيه. اخونا حسين الهندال يقول منور يا ابو حيدر والحمد لله على السلامه، نتمنى العوده السريعه لان الفريق يفتقدك. محمد جيد الضيان يقول صباح الخير بسعود الموجودين، نقول اللاعب الخلوق علي مقصود الحمد لله على السلامه وعقبال ما نفرح بعوده بدل المطوع ان شاء الله يا رب. علي الشريف يقول احلى من العقد ابو حيدر، نورت ملعب الوطن واهل الكويت وقرت عين الزعيم. مشكورين يا اخوان. ابو حيدر بس قال المعلومه قبل لا اخذ بعض الاتصالات خلي يسمعونها الاخوان مسؤولين بوزاره الصحه، المسؤولين بالحكومه، مسؤولين بالهيئه، مسؤولين بالاتحاد، كلهم مسؤولين بالانديه حتى. ايش اللي قلته عن في وفد جاي من الامارات؟ ايه في وفد جاي من الامارات، وفد كامل صوروا وشافوا المكان وخذوا التقارير الكامله عن المكان، ويبي يسوون بالامارات الحين بابو ظبي اتوقع ان في مثل مستشفى خاص هم للرياضيين، يعني انه بيتحدون قطر، في تحدي بينهم بيصير. وفد كامل. سعود تدري احنا ليش ما يصير كذي عندنا بالكويت؟ بس بذكر ابو حيدر اقول له بالتسعينات يا الاخوان 93 او 94 يا الاخوان من تلفزيون ابو ظبي وفد يا بيشوف القناه الرياضيه مالت الكويت شلون صارت القناه الثالثه لما ابتعد، شلون سووها، شلون الهيكل التنظيمي ماله، الهيكل الاداري عشان بيسوون قناه رياضيه. شوف قناه رياضيه اخذت دوري انجليزي والحين اخذت تصفيات اوروبا. تدري ليش ما يصير؟ شوف نفس اللي قاله ابو حيدر ما يصير بالكويت. فرضنا على سبيل المثال التكلفه مالت الطب اللي يقول عنها ابو حيدر قول مليون، هني بالكويت يسوونها 50 مليون. ما يخالف 50 مليون ويسوون شيء صح. فمن كذي ما راح يصير لان الكل بياخذ منها. لا هو شوف خليني اقول لك بالنسبه للشغله مالت الفلوس مالت يا اخي حطوا رقابه يا اخي، خلي الواحد يستفيد، حقه انه يستفيد، بس انه مو سووا شيء يعني بدون بوق. انا اقول اربح ما يخالف، بس سووا شيء يا اخي. انت اشتغل وسوي شيء واخذ عليك بالعافيه. علي انت تو قاعد تقول قاعد نقول نسولف دكاتره مالتنا احنا للناس كانت تي من برا تعالجوا عندنا بالكويت بعديليه، راحوا برا، راحوا قطر وراحوا البحرين وراحوا الامارات. اي نعم. احنا قاموا لاعبين يروحوا لهم. لا واحنا الحين الاعضاء بالنسبه للاعضاء ولا مجلس في ممسك، انا ما اتكلم عن هالمجلس، عن حتى المجال السابقه، في بعض الاحيان مثل هاي من ضمن التنميه، انت في بعض الاحيان مو بايق ولا مسوي شيء يبي يربح واقفين ضده. ليش مو راسي المناقصه على رفيجه؟ ليش مناقصه؟ اذا فيها بوق اوقف صح تقول انت مع السرقات، بس انتم قاعدين توقفون ضد التنميه في شغله لا فيها بوقي لا فيها هذا. ليش مو راسيه على رفيجك ولا على واحد انت تبيه توقف ضدها؟ غلط يا اخي. طيب قاعد تسوون بعض الاتصالات. الكويت يا اخوي فيصل صبحك الله بالخير يا اخوي. صبحك الله بالخير. حياك الله يا اخوي. صبح عليك ونقول حق ابو حيدر الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ان شاء الله. انا مشجع قدساوي. مو شيء. زال الحبيب اللي يمك جمال مبارك انا اشتغلت معه.
اشتغلنا باعتزاله، كنا نسوي حق الارضيه، يمكن يذكره. اي نعم. حطينا اسم شركه، شفت الارضيه من قريب اخترعت. انا العاده احضر التمرين، ولليوم احضر التمرين من ذيك الايام. يوم شفت الارضيه انا العاده اقعد بمقصوره، تجرأت ونزلت عقبها. لما حضر التمرين اقعد تحت. يا جماعه فيها احفار خياليه، وانا دزيت لكم صوره قبل كم يوم. اقسم بالله العظيم انا حضر التمرين وحضر مبكر قبل اللاعبين، والله العظيم. والحين بدز لك اياها ابو سعيد، لا تقص الخط بس دقيقه. بدز لك اياها مره ثانيه على تويتر. لاعبين الالعاب القوه يتمرنون برمح، والمدرب مالهم يقول لهم اشكره بسرعه شيل الرمح قبل ما لاعبي الكره يجوا. انزين اندشت لي لاعب ونعفتك، انت اذا برسي عورك تعالج السوسه. طيب. قبل لا تشيله تعالج مشكور. نعم مشكور يا اخوي فيصل. اخوي نواف صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور طال عمرك. حياك الله وعمرك. تفضل يا اخوي نواف. صبحك الله بالنور طال عمرك. صبحك الله بالنور. صبح الجميع عندكم. حياك الله. وعلى فكره انا اول مره اشارك في حياتي. تشرف يا اخوي. زين. والحمد لله السلام على علي مصيد. الله يسلمك. بس والله اتمنى شوف انا اول مره اشارك، يعني اتمنى ليش نحن من اول من اول ايام الرياضه الاوليه. زين هذه الرياضه ما تغير عندنا تطور. ما هي المشكله؟ من ايام الشهيد فهد الاحمد هذا ما تغير. فاتمنى يعني انتم وايد تغصون على طلال فهد، والله وايد تغصون. يعني كفايه ان ابوه الشهيد فهد الاحمد، والله بق واحد اماراتي واللي يقول انتم قاعد تتكلمون، احترموا على الاقل ابوه، شوفوا منه. انا هذا قصدي انا اقول لكم ما راح يتغير شيء. ما قسينا عليه يا اخوي نواف. ما انتم يعتدون انتم غلط رده غلط. ما نبي احد غيره احنا خاف برنامج ثاني. مشكور يا اخوي نواف. بالعكس احنا لما نوضح او نوجه ملاحظاتنا وانتقاداتنا للاخوان في الاتحاد الكويتي كرة القدم هذا واجبنا بالعكس ما نكسب. هو يمكن الشيخ طلال يستانس ويفرح لما نقول له الاخطاء والعيوب. لا الحين مالت العاب قوه اللي قال الحين والله صدق هذا شيء خطر هذا. مو بس ترى نادي القادسيه كل الانديه كذي اللي عندها انت ما تشوف هذه الالعاب القوه تلقى بالجري مشاركين. احنا مره حاشا وقول مره حاشا وقول صح عندنا بالنادي العربي. ما تشوف انت العاب قوه تلقى اللي يركضون 5 رفيجه طالع السادس. 5 اللي يركضون هو طالع السادس. شلون ما طالع السادس ماكو مكان يتمرنون ماكو والله العظيم. الو هلا اخوي حمد تفضل. عليكم السلام. حبيت اصبح على الكبات اللي عندك يا ابو سعيد. صبحك الله بالخير. ونقول الحمد لله على السلامه حق ابو حيدر. الله يسلمك حبيبي. والله اتمنى اشوف علي مقصيد نادي القادسيه لانه من اللاعبين الممتازين. خربت اللعب. تفضل. اللاعب مشكلته فنيه اكثر من اداريه، ونتمنى من الكابتن محمد ابراهيم ان يعطيه فرصه اكثر لانه هو لاعب ممتاز يشكل الفارق، ونتمنى موهبته ما تنقتل. وعندي شيله حق جماهير قدساويه، ياين حق درع الشهيد ياين شنو؟ ويلا مع السلامه. مشكور يا الشاطر. محمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا ابو سعيد. حياك الله. الله يحييك ابو سعيد. يصبح عليك وعلى ضيوفك الكرام. حياك الله. ونقول حق الكابتن الكبير علي مصيد الحمد لله على السلامه، والجمهور العرباوي ان شاء الله منتظرك على حرب من الجمر. وبالنسبه للموضوع ابو سعيد ان الطب الرياضي بالكويت كذي. ابو سعيد انا لعبت دوري الوزارات عندنا هنا بالكويت. نعم. تعورت قبل فتره بكسر بالجمجمه. طيب يوم رحت عندنا مستشفى ما يذاكر اسم المستشفى، رحت الكويت ولا يقول لي عندك ما فيك ولا شيء، ورحت شيء. بعد يومين حسيت بالامانه هذا، رحت راجعت ولا يقول لي عندك كسر بالجمجمه. فاحنا نقول بالكويت محتاجين مستشفى متخصص يعالج اللاعبين وكذي، فما عندنا الامكانيات احنا بالكويت او شيء، ما ادري الموضوع بالضبط. وشاكر ابو سعيد وشاكر ضيوفك. مشكور يا اخوي محمد. لو بنفتح موضوع العلاج والتشخيص يمكن الحلقه كلها بتصير سعود ترى مآسي صراحه. في بعض الانديه زي ما احترام لهم حتى المتخصصين الدكاتره تلقاهم مدرسين ترى. مع احترامنا صح. والله مع احترام والله مدرس يدورون الرخص. مدرس خلونا علاج طبيعي. اخوي محمد صبحك الله بالخير. مدرس موسيقى. صبحك الله بالنور. حياك الله. وصبح على الحضور والكباتن.
ابو سعيد، بس بغيت اكلم الكابتن علي مصيد. تفضل. ما يصير. كابتن علي، قرت عين الجمهور العرباويه فيك، ونبي ردتك ان شاء الله قريب. ترى النادي العربي محتاجك وايد يا علي مصيد. اني انا اشوف احمد موسى قدامي حبيبي، وانا من معجبين فيك يا علي مقصيد. انت مظلوم اعلاميا ومظلوم وايد، بس كفايه ان كلمتك تقول انا ما احترف باي نادي في الكويت الا على نادي العربي، اني انا ولد نادي العربي. زين، وانا واحد من جمهور العرباوي، والله كثر ما احبك واحب النادي العربي جنون. حبيب ما تقصر وتشرف صراحه. عودتك متى ان شاء الله يا كابتن علي؟ ان شاء الله من اسبوعين الى 3 2-2 باذن الله. ونشوفك بالمنتخب ان شاء حق الله. النهائي نبي، حق النهائي 2-2 ان شاء الله يرد. النهائي انا ابيك بالنهائي. مو جاهز حق النهائي، 2-2 جاهز ان شاء الله. كراتك الفاول الحلوه هذه. مشكور يا اخوي محمد، يعطيك العافيه. اخونا محمد ايضا من دوله الامارات العربيه الشقيقه، تحديدا من الشارقه. صبحك الله بالخير يا اخوي محمد. صبحك الله بالخير ابو سعود، كيف حالك؟ الله يجمل حالك. طيب، صبح عليكم بالخير ابو سعود. صبحك الله بالنور، طال عمرك. وتحمل بالسلامه على الكابتن علي. مشكور. الله سعود، يسلمك. يأسفنا ما يحصل في الرياضه الكويتيه يا ابو سعود. يعني الرياضه الكويتيه هي اللي علمتنا الكره، علمتنا الرياضه يعني. اي والله. علمنا الرياضه من اهل الكويت، من الكره الكويتيه يعني. صحيح. بس صارت حاليا الرياضه الكويتيه طارده. عندكم نجوم، عندكم مواهب، ما حد يهتم فيهم. يعني البنيه التحتيه ما عندكم، ملاعب ما عندكم، اهتمام في الرياضيين ما في مصالح. الكل يطالع مصالحه. يعني شوف النجوم اللي قاعده قدامك، محمد كرم، الله يسلمك، جمال، حسين الخضري، وين هذول النجوم؟ ما كرموهم، حتى التكريم ما اعطوهم. اللاعبين الله يرحمهم، فارغ ابراهيم توفى، ما ذكروا اللي عقب ما توفى. يعني عندك عنبر سعيد، عندك حسين محمد، عندك ابراهيم دريهم، عندك اللاعبين القدامى يعني في الكويت ما حد تكرم منهم. يعني مع الاسف الرياضه الكويتيه طارده. عندك مثال يعني رياضي مثل فواز الحساوي اللي يعمل خير كان في الرياضه، حتى التكريم ما كرموه يعني. صحيح. الا الوطن كرموه يعني. مشكور يا اخوي محمد، وشهاده نعتز فيها. والله الكلام انا اللي قاله محمد بدر ودي مسؤولينا يسمعونه. اي والله. اللي يقول اللي شوف كلمه احنا ما نقدر نقولها وهو قالها، قال احنا تعلمنا منكم. يعني هالكلمه بصراحه اثرت فينا، تعلمنا منكم والحين يستاهلون. نتعلم منهم. الحين احنا نتعلم وهو يستاهلون، خلي يتقدمون وهذا شيء يفرحنا، بس ليش ما احنا نتقدم مثلهم؟ احنا بعيد والله هذا يحز بالنفس صراحه. مشكور اخوي محمد على هالكلام. كنا سابقين العالم كل شيء، مو بس اي والله. اخذ اخوي عبد ماكو المحسن. احساس المسؤولين. اخوي عبد المحسن، صبحك الله بالخير. اخوي عبد المحسن العيدي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله بالخير اخوي العزيز. الله بالخير. على السلامه على اخونا مقصود. اخوي عبد العزيز، في سالفه انا ما اقصد في احد، بس احد المتصلين قالها حق احد الدول اللي حوالينا، قال انتم تريدون رياضه ولا طوبه؟ قال لا اريد رياضه. قال لا والله ما نبين الرياضه اللي موجوده مو موجوده، انتم تريدون طوبه. كل من يروح ياخذ له طوبه يلعب بحوش بيته ويتعلم، بعدين يجي يرشح نفسه بالاتحاد. هذا الحال مطبق على الموجود عندنا. ما لهم شغل بالرياضه يا يوقفون الرياضه اللي تكلمت عنها، الموضوع مال النواب مال اللي بيوقفون الرياضه بعذر قانون الرياضه. هذه شغله. ليش بعرف انا ليش المحترفين اللي يجون حق النادي العربي باي فرصه يطلعون؟ شنو المشكله؟ هل المشكله بالاداره ولا المشكله باللاعبين؟ نبي احد يجاوبنا، نعرف شنو السالفه. نعم الاداره. لا كذا لاعب يطلع ودي اذكر لك اساميهم، اذكر لك اساميهم ما يكملون الموسم يطلعون. مشكور يا اخوي عبد المحسن. اخر اتصال من اخونا الاعلامي واخونا العزيز الكبير سليمان حيدر. ابو احمد، صبحك الله بالخير يا اخوي. بعد عمري والله بسعود، صبحك الله بالخير. انا شاتي فيك مجروح يا ملك. الله يسلمك. واسلم على الملك ابو علي محمد كرم. هلا السلي، هلا والله. اللي منور الشاشه واحنا شهادتنا فيه ايضا، وجمال والشباب ابو علي. انا ودي بس ادخل مداخله صغيره صراحه. طبعا. يعني انا عزيز، يعني تدري انتم قناه خاصه، وصراحه تقولون يعني عندكم حريه اكثر من قناه ثالثه ربعنا مثلا. عشان كذي وانت وعدتني انك يعني كرم مسكين صاح مات
ويصارخ كل يوم يقول لنا يا حكومه. يعني بصراحه احنا ملينا من ان نتكلم عن مشاكل الرياضه وما حد قاعد يسمعكم يا عزيز. المفروض صراحه من قناتكم هذه اللي وايد مو بس بالكويت وبرا الكويت قاعد يتابعونكم، نبي حل حق الرياضه صراحه. انك تجيب الحين مرزوق الغانم مو رئيس المجلس، رياض العساني والتميمي اللي يبتوهم كم مره يا اخي، يجيبوهم مع كرم ومع جمال وبعلي جاسم، قعدوا معاهم وطلعوا كل يوم تتكلمون عن مشاكلنا بالرياضه. يعني الحين ابو حيدر اليوم جاي فتح بعد موضوع جديد، موضوع علاج اللاعبين. نعم. هذا بعد بروح هذا موضوع طيب. بعد اي موضوع ثاني. صحيح. مشكور يا اخونا الكبير يا ابو احمد، وكلامك في محله. يعني احنا الصراحه استبشرنا من استلم الرئاسه الاخ ابو علي مرزوق الغانم. يعني توقعنا على الاقل من ضمن الاولويات ان تكون الرياضه من ضمن الاولويات اللي عنده صراحه. ويمكن اخوي دين دائما في اتصالات هاتفيه جانبيه معاه اخونا العزيز، وهو قريب من الاخوان في نادي الكويت وقريب من ابو علي. اقول حق اخوي دين، اقول له يا اخي وصل حق ابو علي، يعني التطوير اللي سواه في نادي الكويت خليه يسويه حق دوله الكويت. يعني اليوم هذا اللي نقدر عليه. اليوم حتى يمكن لا في تصريح خاص اخونا مرزوق الغانم طمن الكويتيين وبشر الكويتيين بشروا بالتطوير وبالتجديد بعد ما صدر حكم المحكمه اليوم. والتاكيد احنا نهني الاخوان في مجلس الامه على هذا الحكم. لكن اليوم يا ابو علي اذا انت اللي منا وفينا ما قاعد تنظر الى الرياضه ولا الرياضيين، واول ما يعني ما ادري اول ما نسيتنا احنا صراحه شيء زعلنا. يعني وهذا عزيز من ضمن التنميه. يعني انت مثل قاعد الحين تصارعون على امور ثانيه، ترى الرياضه اسهل شيء انك تسوي المنشات، هالانجازات، المستشفى الخاص باصابات الملعب، والله انت اسهل منها ماكو. واحنا يعني لما نتكلم ايش حاطين بجيبنا، قاعدين منظر الكويت، واجهه الكويت، شيء للكويت. فانت حتى القانون اللي تتكلمت فيه يا اخي الحين اوكي احنا ما نتكلم اخاف يقول انت مركزين على القانون، سووا القانون بس بجانب هالشيء سووا الاشياء الثانيه. يعني في امورنا قصدي انت الحين اذا ما احنا ودنا الحين يعني الدكتور عبد الله الطريجي اول يعني لما صار رئيس نادي السالميه اعتقد اكبر مشكله عاناها مشكله المنشاه. نعم. اول ما راح وجه سؤال على قانون الرياض استاذ جابر صار له سنين يا دكتور عبد الله، وخلي يشتغلون على كل الاشياء ما نتكلم بس عن الاعضاء، حتى الحكومه لهم دور الحكومه هي اكيد. يعني هم لازم يحطون شغلات، الحكومه ما تبي تشتغل. طيب اروح حق فاصل، المجلس ما يرد عليهم بعد. اروح حق فاصل وبعد ذلك يلا نروح حق فاصل. شبح عصير ابو حيدر. حياكم الله ويانا. اخونا صلاح الفيلتشاوي مشكور على المسج اللي دازه، اخونا وزميلنا الاعلامي والمخرج. خالد التركي يقول الكويت تملك ميزانيه تغذي دول العالم باكملها، عايزانين يبنون منشات حديثه ومستشفيات خاصه للرياضيين، عظم الله اجره للكويت. وصل الصقر عفوا بس خل اخلص. داز الصوره اللي يتكلم عنها عن الرمح، ما ادري اذا مبينه هذه الصوره. مبين كاب الزاويه على الهواء، الزاويه عرضناها حق الاخوان. محمد العنزي بلغ كرم لا يناشد الحكومة، برنامجكم وقته متأخر والوزراء والشيوخ نايمين. محمد الشمري يقول صبحكم الله بالخير والحمد لله على سلامتك كابتن علي مقصي. هذه بعض التغريدات. علي ايش رايك؟ لا رد على هذا، يقول الوزراء نايمين. يبغى الشيء اللي بيسمعونه يسمعونه، الشيء اللي ما يبي يسمعونه يسمعونه، ولابسيننا والله صراحه ما حد سامعنا. طيب تلشنا. ابو حيدر ايش رايك محترفين العربي هالموسم؟ والله للامانه توفقوا فيهم عليهم وقاعد يقدمون مستوى حلو، قاعد اتابع انا هنا. عبد المحسن وجه سؤال يبي احد من العرباويه يردون عليه. كل اي محترفي العربي لا الحين العربي المحترف العربي مو زينين ما جددوا. انا ما يعني ما ايش اقول لك بهالموضوع الاداري الحين ياخذ باجي فلوسه ولا تسبقه يا اخوي. لا هالموضوع اداري. اذا سالك سؤال قول لحظه بشرب عصير. لا زين احمد انا اقول خل انا اجاوب على هذا. انا والله اوجه لمجلس الاداره كل لاعب، حتى اللاعبين الكويتيين اللي قاعد يروحون منه والله انا استفسرون ليش مثل ما العربي يقولون لي هالكلمه وما ادري صح ولا غلط. يقول ربعكم مجادين، ادارتكم مجادين في التفاوض. هذا الكلام اللي اوجهه لكم عاد انتم الرد عندكم صحيح مو صحيح ما ادري، بس كل لاعب حتى الكويتيين ما نقول لهم يقول ربعكم مجادين في التفاوض.
احمد ايش رايك محترفين العربي هالموسم؟ بالعكس يثبتوا وجودهم، دليل ان جددوا لهم 3 مواسم، هذا اكبر دليل ان اللاعبين صح. يعني اثبتوا وجودهم في الدوري الكويتي. حتى ابو علي نختلف معاك شوي بالموضوع اللاعبين. العربي صفى كل لاعبينه وياب لاعبين من برا، شرع دفع. انا اقول لك انا اقول لك يعني انا جايب لك اسماء مثلا عطنا اسماء. نهير الشمري مو 99% قالوا حق العربي. اي موسم هذا؟ راح احنا ما نتكلم عن الاداره، نتكلم عن بعشيه وضحاها راح العربي. عارف عشيه وضحاها شنو؟ راح القادسيه. زين بشار عبد الله العربي خالصين خلصوا هذا. عشيه وضحاها شلون راح الكويت؟ راح الكويت. اي والله حافظ عشيه وضحاها. زين الهاجري فهد الهاجري الحين تو هذا الجديد صحيح نفس هذا العربي خالصين وهذا عشيه وضحاها راح لا بس في لاعبين انا تدري شنو ابي؟ انا ابي انت تتعلم مني قبل لا اهديك. ما تعلمنا منك شيء ابو زين لا وايد لاعبين يعني اسالهم يقولون لي هالكلام، يقول ربعكم مو جادين بالتفاوض. زين في المقابل في لاعبين خذوهم العربي، وايد لاعبين يعني الموسم اللي فات واللي قبله تدري صارت تصفيه وفي لاعبين يبوهم من برا. حتى الحين عندك حمد امان قدموا له عرض 140 وعندك اكثر من لاعب. الحين حمد امان راح العربي خلاص؟ لا قدم يلا في عشيه الضحى راح بس هذا ترجع حق اداره النادي. اقول لك انا اقول الشعب اتمنى، انا ما اتمنى حق العربي، وبعدين ابو علي كل خير حق العربي في بس مو ادارات لاعب اقول حق العربي. في ادارات انديه ما تسمح بانتقال اللاعبين حق العربي بالذات. لا زين علي خليني اسالك على المنتخب. استانست لما راح قوران صح؟ لا بالعكس دعوه. لا ما اتمنى له الخير والله يوفقه يعني بحياته دنيا واخره يعني. بالعكس يعني لما مثلا شالوه او حطوه هذا يرجع للاداره مالت الاتحاد. لا وبعدين انا مالي ما حد يقول ما احس انا بالعربي. لا بعدين وحيدر بن علي ما يشيل ترى اكيد يعتب هذا بس ما يشيل. بس عزيز بتكلم ياخذ بخاطره العربي يعني قبل لا اروح حق المحترفين. الاتحاد سأل عنك، النادي سأل عنك خلال هالفترة أو فترة الشهرين؟ الاتحاد لا ما له يعني ما ولا شيء، ما له شغل لنا بالموضوع. ترى مدرب جديد لا بس للأمانة يعني علي محمود أمسي عليه بالخير وإن شاء الله يرد بالسلامة. ما رجع للحين ومرته اي للحين. الله يشفيها والله يشفيها إن شاء الله. محمود ما عندنا تيشيرتات المنتخب ناطرينك ترجع يعني. اي فالله يرده بالسلامة إن شاء الله. هو يتواصل معي الأمانة هناك. وبالنسبة حق النادي يعني هو يبي منهم الحين 2000 دينار خليه يعطون اياه بعدين ما يقصرون. لا ما يقصرون ان شاء الله يعطون ان شاء الله ما يقصرون. لكن يعني كسؤال وكذي صراحه يعني حتى ما ابي اقول كلام اخاف احد يزعل او شيء. طبعا اي واحد بفتره على قولتهم مثلا اصابته او طيحته او ايا كان، لما واحد على قولتهم يوخر عن المجال اللي هو فيه يحس بقيمته، يحس بالسؤال عنه، يحس بوايد اشياء. في فترات صراحه الامانه يعني ما ابي اخفي على اي احد انه ضايقت وايد صراحه، وفي اوقات استانست. طبعا احب اشكر كل من سال عني حتى لو مسج واتساب على قولتهم انه سال عني. وانا اعذر الكل صراحه يعني، وحاط عذر حق خاصه يعني مثلا القراب مني والنادي يعني. حتى في ناس من ربعي مو بس مثلا النادي، حتى في ناس من ربعي حاط لهم 1000 عذر انه مشغولين. ومثلا بالنسبه حق النادي الدوري شغال. اهم شيء ام حيدر كانت تسال عنك ولا؟ اي اكيد ويت بعد هناك اسبوعين هي وولدي. الله ابو حيدر غلبان ترى. لا لا هذا ما يقول شيء ترى. يا احنا وياك نعذرهم ايضا يعني تدري مشاغل الدنيا والموسم ايضا حار شويه وناري ومثير يعني. واذا الاداره عندهم خرده بعد لا يطولون وياه بعد. اذا في اكو خرده يعني يستاهل ما يقصرون. اذا ما عندكم خرده ايوه نصرف لكم. ايش كنت بتقول ابو خالد؟ عشان تكلم عن محترفين العربي خاصه اللاعب المواس يعني. هذا لاعب الصراحه مميزين ولاعب صغير ولاعب حماسي. اعتقد عنده روح زرع روح بعد مع بعض اللاعبين العربي. فمن يعني صراحه شغله طيبه من النادي العربي اللي وقع معاه 3 سنوات قدام. بس عزيز عندنا نقطه، انتقالات شتويه لازم العربي يدور له على باك يمين. راح يفقد الباك اليمين مع احترامي حق اخوي فهد الفرحان، مجهوده واضح وكابتن الفريق، لكن الفريق العربي يحتاج باك يمين.
وفي عندي من الاخبار ان النادي العربي قاعد يدور على باك يمين. انت موجود باك يمين؟ حاضر. حسين صبحك الله بالخير. اخوي حسين. الو. هلا اخوي حسين تفضل. الله بالخير. الله بالنور يا هلا فيك حياك الله. صح اخوي ابو سعيد. حياك الله طيب. الله يسلمك، احنا اول شيء اسلم عليك واسلم على الكباتن الموجودين وان شاء الله رجعت عليه مقصيد حق المنتخب وحق النادي. الحمد لله. انت اليوم طرحت خوش موضوع الصراحه بالنسبه حق المنشآت الرياضيه والمصحات اللي يعالجون الرياضيين. اصابه الملاعب. فيا ريت الفتره الجايه او البرنامج الجاي ان شاء الله تستدعي مرزوق الغانم وعلي واحد الوزراء اللي مكلفين بالشغلات هذه المنشآت الرياضيه او وزير الشباب والرياضه. وصراحه تطرح عليهم على اساس تعرف يعني انت والنعم في اللي قاعدين قاعد يعني يتكلمون ومحترين ويعني شيء بطل جيب الصراحه. فيا ريت تستدعي احد المسؤولين والوزراء والناس اللي تبي تحب الرياضه. تحب الكويت. وتحب الكويت. مشكور يا اخوي حسين ابشر يعني احنا كلنا ثقه ان شاء الله مع انه يعني صعب اتوقع يلبون الدعوه سواء وزير الشباب مشاغلهم وايد رئيس مجلس الامه لكن هذه دعوه على الهواء مباشره واللي يمون عليهم اعتقد يوصل لهم الدعوه ان دعوه ياتهم على الهواء مباشره نتشرف فيهم اكيد سواء الاخ العزيز مرزوق الغانم او معالي وزير الشباب ما يندرى منه يعني راح يكون اذا الاخوان جددوا الثقه بصباح يستاهل نتمنى يكون ضيفنا ان شاء الله. اخوي محمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور السلام عليكم يعطيك العافيه. وعليكم السلام ورحمه الله. وسلم على الاخوان الموجودين. حياك الله. وعلى اخوي علي مقصيد الحمد لله على السلامه ما تشوف شر ان شاء الله. بالنسبه للموضوع الصراحه يعني احنا ملينا يعني ماكو شيء واحد احنا سمعنا فيه تقدم او انه في شيء سووه الحكومه او الهيئه او ماكو شيء يعني عندك الحكام سنتين اعطوهم معاشات. الارضيه والملاعب تعبانه. العياده ما عياده يسافرون حتى دول الخليج يروحون يسافرون فيها يعني والنعم بالدول الخليج كلها. صح. اللاعب قبل من الكويت اذا بيسافر ما يسافر الا برا بالخارج يعالج. انا الحين توني من ساعه يوم سمعت ان علي مقصيد رايح الدوحه دوله شقيقه والنعم فيهم. يعني استغربت الكويت ما دكاتره ما فيها ليش يعني كذي ليش الحال كل ماله وينزل. لو من الحين لو نتكلم 10 سنين قدام صدقني ما فايده. اوكي مشكور يا اخوي محمد احنا هذا واجبنا يعني احنا ما نبي نكون مقصرين كدور اعلامي هذا واجبنا الباقي على يمكن لا يعني يمكن بعض الاخوه المسؤولين يقول والله ما كنا ندري ما حد بلغنا ما ندري انه والله ما في مصحات او مستشفيات متخصصه للاعبين ولا الرياضيين ما ندري انه ما في تامين طبي يمكن يعني فهذا واجبنا. اخوي خالد صبحك الله بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. الله يعافيك. بس اول شيء بغيت اقول عندكم اكثر من 70% نسبه مدخنين باللاعبين. لاعب رياضي المفروض ما يدخن. عندك كل النوادي تقريبا يدخلون اللاعبين بواسطات. تبي رياضه نفس قبل على ايام الجيل الذهبي رجع الجيل الذهبي، رجع الجيل الذهبي خليه يدير المنتخب. ياخذ رايه. يعطيكم العافيه. مشكور اخوي خالد. اخوي مضحي صبحك الله بالخير يا اخوي. صبحكم الله بالخير جميعا. حياك الله. نايم حياك الله بالنور. ابو سعود بيض الله وجهك والله انت ما انت مقصر للامانه دائما تطالب الرياض الرياضيين رايتك كبير الصراحه. ابو علي مساك الله بالخير. هلا بالخير مضحي عام مسحرينك ها. اسعدنا صراحه وجود اليوم ابو حيدر وعوده حميده ابو حيدر واتمنى من جميع اللاعبين من الكويت انه مثل اخلاقيات ابو حيدر للامانه لاعب مميز باخلاقه بلعبه السنه وصراحه استانست اليوم اللي شفناه على الشاشه الصغيره. حبيبي ما عليك زود. والشيء الثاني يا جماعه انتم كم صار كنتوا تحكون على المسؤولين بالرياضه. مسؤول الرياضه المهم يعني نفس اللاعب يجرب سنه سنتين بعدين خلاص يطلع برا. هذول الرياضيين متمسكين كراسيهم والله ماكو صلاح رياضي لا ترجون شيء.
ولا كل شيء عندهم ماده وكل شيء بس ما يبون اصلاح الرياضه. انا اتمنى وجود السيد فواز حساوي على الهرم الرياضي، ومثل ما اتصل مساء يستضيفون مرزوق الغانم عشان يحطون قدام الامر واقع وتلقى اتصالات رياضيين. وسليمان عسكري يردون رياضيين. مشكور يا اخوي مضحي. اخونا ابو علي ما اعتقد محتاج لاتصالات هاتفيه عشان يعرف مشاكل الرياضه، لانه هو عاش في الرياضه ويعرف شلون يطور الرياضه من خلال ما طوره في نادي الكويت الى ما وصل له في الحين النادي. اخوي ابراهيم صبحك الله بالخير. صباح الخير سعود. حياك الله يا اخوي. صبحك يا اخوان موجودين. حياك. حق ابو حيدر يعني الحمد لله على سلامتك اخوي ابو حيدر، وان شاء الله نشوفك بالملاعب ان شاء الله قريب، بس حط لك على القادسيه اخوي الله يخليك. ابو سعود بدي اسال الاخوان الموجودين كلهم، احنا ايش ناقصنا بالكويت؟ النية حق اسره حاكمه طيبه معطاءه خيره، النية حق الشعب نفس الشيء، النية حق ارض الوطن الارض نفسها طيبه، النية حق البشر الشعب الكويتي، النية حق الميزانيات بالكويت او الميزانيه يعني الماليه اتكلم عنها، كل شيء متوفر. اذا شنو ينقصنا احنا؟ الحسد مو كل شيء. يعني انا يعني بعرف يعني هل ينزلون بالشارع يشوفون شنو ينقص الكويت؟ من يوقف هذا؟ الناس كده قاعد تقسم، يعني حتى الوزاره الحكومه يقسمون انهم يخدمون البلد. اذا يخدمون البلد بس على القسم امشوا واذكروا الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، ونتمنى التوفيق حق بلدنا ان شاء الله يا ابو سعود. الكل قاعد يصيح من صوب. تحركوا يا اخوان. مشكور يا اخوي. مشكور يا اخوي ابراهيم. اخوي علي صبحك الله بالخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صبحكم الله بالنور. حاب اسلم على علي مقصود، تحمد له بالسلامه واقول له نورت وشارق اليوم. حبيب وجودك. وبس بغيت اتكلم عن نقطه معينه. تفضل. بالنسبه حق الاصابات اللاعبين. علي مقصود تعالج عن طريق شخص معين بنادي العربي اللي هو عبد العزيز عاشور وما قصر. في بعض اللاعبين يتهورون بعض الانديه بغير ذكر اسامي قاعد يتعالجون على حساب الاتحاد، وهم اساسا مو لاعبين منتخب او كانوا لاعبين منتخب فتره السابقه، حاليا هم قاعد يتعالجون على حساب الاتحاد. ف وين علي مقصود الاتحاد عنه؟ وليش ما عالجه؟ او نتكفل فيه مع عدو لاعب منتخب؟ عطنا اسماء علي عشان نرد عليك. ان شاء الله. واحد منهم نواف مطيري. نواف مطيري ما راح على حساب الاتحاد. ما راح على حساب الاتحاد. نواف مطيري ما راح على حساب. لا ما راح. وعامر محتوج لاعب منتخب وتعور اعتقد مع المنتخب. مع المنتخب يا اخوي عزيز. حتى لو تعور في ناديه دام انه مستمر في المنتخب ولعب المنتخب ايضا الاتحاد يتكفل في علاجه. لا هو ما دام لا كلامه صح. لو عامر معتوق متعور مع النادي والاتحاد يتكفل فيه لا نفسه علي بس عامر معتوق ترى تعور مع المنتخب اذا ماني غلطان. عامر تعور مع المنتخب. لا خلي الاتحاد يساهم له شيء بسيط عادي ما يخالف. عزيز انا تعور في نادي السالميه راح اتعالج بالاتحاد. لا بس هو غلط. وكان قال لي الاتحاد يبا احنا متكفلين. مشكور اخوي علي. اخذ اخوي خالد صبحك الله بالخير. لاعب منتخب ما شو المشكله اللي فيها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء منور اليوم ملعب الوطن طبعا كل الحاضرين، لكن ابو حيدر اليوم والله احنا عرباويه حبيب. يعني الحمد لله على السلامه يا ابو حيدر، واحنا محتاجينك والاخضر. انا اتمنى انت والسليمي الله يكفيكم شر العين، يعني نتمنى عبد السليمي وابو حيدر ان شاء الله عيون غطيه حق النهائي اللاعبين العربي ان شاء الله، وناطرينك ان شاء الله في النهائي يا ابو حيدر. نبي دوري ونبي كاس هالسنه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه انا بس بدش في نقطه انا ذكرته قبل شوي حق اللاعبين او استغناء. انا اتمنى يعني اتمنى للقادسيه كل توفيق، لكن قبل فتره الخضري ما ادري اعتقد الهويدي سال عن عادل مطر كابتن الاولمبي من احسن لاعبين الارتكاز في الكويت. صحيح صح كلامك. يعني انا اتمنى اذا القادسيه ما تبي يعطي فرصه محمد ابراهيم خليه يعطونا اياه. خليه يعطيه لا يروح العربي. انا مو قصدي على العربي. خلينا السالميه. السالميه حمد امان نفس الشيء يا اخي، موهبه محتاجينه من المنتخب. نعم مشكور. عطوا استغناء. مشكور يا اخوي خالد يعطيك العافيه. نروح حق فاصل بعد ذلك. ريفيون اخبارك. حياكم الله ويانا. طبعا في لك تحيه من اخونا عبد العزيز محمود شقيق علي محمود، يشكرك على توجيه الشكر لاخونا علي
ويبي له يقول 6 اشهر تقريبا يلا يرجع ابو محمود مع زوجته. عسى الله يشافيه ان شاء الله. مدير قناه الوطن اخونا العزيز ماجد العصفور ابو احمد سلم عليك يا ابو حيدر. الله يسلمك. يقول انت من اللاعبين اللي تتميز باخلاقك ويشكرك على تلبيه الدعوه اليوم وحضورك. طريقه لعبك يقول مشابهه لمارسيلو لاعب الرياض. بس شعره مفلفل هذاك. احمد ابو راشد يقول للاسف المسؤولين والمتنفذين بالرياضه ما يتقدمون الا بالعمر، اما بشيء ثاني ما يتقدمون. هذا كلام اخونا احمد ابو راشد. المسوي يقول اكبر دليل على ان اداره العربي فاشله موضوع خالد الرشيدي، اتوقع الكبير محمد كرم يوافقني. صح. سعود العجمي يقول سلامي على الحضور، نتحمد بالسلامه للكابتن علي مقصيد، مع الاسف تتكلمون في جربه مخرومه لا يوجد رد من اي مسؤول. عند جمال مبارك شنو بعض التغريدات في داز لي مسج مساعد دحاني. ايه اي دحاني فالظاهر هو ما فهم موضوع عدل. عبال انك قلت نهير انه عرباوي. لا هو مواليد كم هو؟ لا بعرف مواليده. اي والله مواليد 68. 68 لا عود علينا مو صغير. نهير الشمري قبل لا يروح القادسيه يوم كان يلعب بالصليبيخات راح معانا بطوله مجلس التعاون، والعربي فاوضوه عقب البطوله مجلس التعاون وخالصين وياه. احنا ما قلنا عرباوي يمكن قد ساوي، بس كل خالصين يعني 99% بيجي العربي انه خالصين ويا العربي. وفعلا بيوم وليله ما احنا قلنا عشيه وضحى، بيوم وليله بنغير ما عرفوا عشان. قول لنا شو اللي صار؟ انت ما كنت مدرب انت ما كنت مع لا انا ما كنت لان الجمهور اي انه اعطوه مبلغ اكثر راح القادسيه اعطوه مبلغ اكثر ما ادري. اي ادري لا الحين مو انا بالنهير اقول لك انه لما سالوا السؤال قالوا ان العربي مو جادين في الموضوع، ولو كان فعلا بغى يروح العربي خالصين بس بيوم وليله راح. نروح حق اللي قلناه موضوعنا الثاني. موضوعنا الثاني طبعا اليوم في مباراتين في كاس العهد السعودي. مباراتين الاولى لعبت الساعه 3:03 العصر يعني علي مقصيد يروح ولا يقعد؟ وين؟ لا يقعد. لا يقعد. المباراه الاولى جمعت الرائد والهلال. ادري. نبي نشوف المباراه الاولى وانتهت بهدف نظيف لصالح الهلال. سجله سالم الدوسري. نشوف الهدف مع بعض. اي علي احسن لاعب. هذا هو الهدف الوحيد في هذا يلعب طرف يمين. هاي مو دوري هذا. لا كاس سمو ولي عهد السعودي. بس اكثر شيء اشوفه وين هذا افضل لاعب بالسعوديه. منو؟ سالم الدوسري. سالم الدوسري. طبعا في الدور ربع النهائي البطوله. مباراة من حسافة انه مو نصراوي طبعا. مباراة واحدة. طبعا المباراة كانت على استاد مدينة الملك عبد الله. ما شاء الله جمهور هلالي كبير. قاموا يغارون من النصر. هدف وحيد. الرائد اي منطقة الرائد؟ الرائد بالرياض اتوقع. بالرياض. المباراة الثانية جمعت الاهلي مع الفتح. المباراة انتهت مفاجأة الحقيقة، وين كان البعض يتوقعها غير مفاجأة. هذا هدف جميل كان من إلتون في الدقيقة 82. آخر 7 دقائق سجلوا هدفين. طبعا المباراة كانت في استاد الأمير سلطان بن فهد. أحمد، البعض يرى أن فوز الفتح على الأهلي مفاجأة، البعض يقول لا الفتح بطل دوري خادم الحرمين، فبالتالي أو دوري عبد اللطيف جميل. ابو سعيد، الدوري السعودي خلال الموسمين الماضيين او الثلاثه بدا يفجر مفاجآت في صعود انديه صغيره ومنافستها للانديه الكبيره. احنا نتكلم عن كاس العهد، الفتح يفوز على الاهلي ما فيها غريب. هذه بعدين احمد كنا الاهلي هالموسم مو مستوى مو زين، مو مستوى صح. لا هذه حلاوه عزيز اللعبه واحده. لما نشوف نادي صغير يفوز على نادي كبير هذه حلاوتها اللعبه واحده. ما تصير في ذهاب واياب قول ممكن نادي الاهلي مستوى اعلى من نادي الفتح ممكن يوصل للعبه ثانيه يفوز عليه 3-4. فيقول حلاوه اللعبه واحده هذه، نادي صغير يطق نادي كبير. عزيز انا شفت مباراه الاهلي ويا الفتح، تابعتها بالكامل، تابعتها فاضي وقعدت اتابعها لان عندي الوقت الفلاني الساعه 8:10 او 8:03 تبدا المباراه. لا فريق الفتح سكر منطقته ويلعب الهجمات المرتده، محترفين عندهم البرازيل القزم هذا ناس إلتون وعندهم في كذا لاعب مميزين مقاتلين شرسين مسكرين منطقتهم يعتمدون على الهجمات المردده. يعني ملعب الاهلي يعتبر ملعب الاهلي. اي ما كانوا يعطون مساحات بالنسبه حق لاعب الاهلي، لكن فريق الاهلي انا استغربت انه يكون هذا مستوى فريق الاهلي امانه. انا واحد من الناس حتى الموسم كله ابو علي لا ابو علي محترفينهم. شو المحترفين اللي عنده؟
واثنين مهاجمين عنده محترفين، ولا شيء هو ما سوى ولا شيء، ولا شيء سوى هو، بالعكس يمكن افضلهم تيسير جاسم فقط، هذا اللاعب اللي انا شفته امانه. اما فريق الاهلي يمكن في له بعض الهجمات لكن ما عنده النهايه السليمه حق الهجمه كلش، لان مهاجمينه سيئين. حتى واحد من المهاجمين اخذ انذار بشيء لا شيء، يعني ما ابد. الفتح كانوا زينين. الفتح انا قاعد اقول لك صك المنطقه، يلعب الهجمات المرتده، امتلك نص الملعب، كان يضغط على حامل الكره، مهاجمينه كانوا مشاكسين، لكن كانت في افضليه حق فريق الفتح على الاهلي. يعني الاهلي لو تشوف انه مثل ما تقول جماهيريا وشعبيا وعنده من الميزانيات اللي تسمح لفريق الاهلي. يمكن انا سمعت انه تعاقدوا مع عماد الحسني النصر هذا النصر طلع من الاهلي هو بالاهلي. اوكي. الهلال خذوا سعود كريري، صفقه ناجحه ولا اكيد صفقه ناجحه. دور ثاني. لاعب كبير ولاعب خبره ولاعب مميز، كان من نادي الاتحاد لما كان نادي الاتحاد نازل مستواه وكان من ابرز اللاعبين. اعتقد ان هذا اللاعب راح يعطي قوه حق نادي الهلال. يعني احنا السؤال نطرحه ابو حيدر دائما عن كابتن سامي الجابر، هل راح ينجح؟ هو حتى الان صراحه يعني قاعد يفوز، لكن العروض البعض من الهلاليه يقول مو عروض مقنعه، يفوز 2-1 1-0 2-0 2-1. المباراه الوحيده اللي فاز فيها اكثر من 3 اهداف مباراته مع الاتحاد اللي فاز 5-2 بس. ولا والشعله يمكن كاس والعد، الشعله يعتبر طرف يعني نوعا ما ضعيف. لكن السؤال مطروح، انت وجهه نظرك اختيار موفق كان لسامي الجابر انه يدرب الهلال؟ انا عندي اختيار موفق صراحه، وما تقدر تحكم على الواحد الا بعد ما تجربه، خلي يخلص الموسم، خلي تشوف النتائج منه، شوف على قولتهم مثل عطى الاستقرار، بعدين احكم عليه او قيم نتائجه. فللحين انا اشوفه ماشي صح صراحه. طبعا اهم شيء الفوز، يعني مو مهم يعني مثلا الناس تتساءل على المستوى، اهم شيء انا عندي يعني الفوز 3 نقاط، خاصه حق دوري نسم طويل، خاصه وهم الظروف اللي عنده. يعني هو يعني في اشياء مثلا اللي سمعته ان رئيس النادي وفر له ميزانيه كامله، واي شيء انت تبي حق الفريق يعني انا اسوي لك اياه، فهذا بالعكس مسبب له ضغط يعني حق سامي الجابر. بعد ابو حيدر انه هو المدرب الوطني الوحيد اللي بالدوري السعودي، فالعين عليه اكثر من اي مدرب. لا والوضع المحير بالنسبه حق فريق الهلال امام الفرق القويه، خلينا نقول الشباب، الاتحاد، النصر، الاتفاق، تلاقيه هذا فريق الهلال. لكن امام نفس ما قال الرائد ولا الشعله ولا التعاون هذا شو لا مستوى غير. الهلال راح يلعب مع الفتح في دور قبل النهائي، ذهاب وياب، هذه ذهاب وياب صح؟ ومن الطرف الثاني ايه ذهاب وياب. هناك الشباب اليوم راح يلعب والنصر احتمال يعني اقرب نوعا ما ان النصر والشباب. المباراة الاولى تعادل الشباب النصر. لا الشباب راح يلعب والنصر عندهم مباراتين. اوكي. فالاقرب انه راح يلعبون النصر والشباب دور قبل. عزيز نادي الرائد ترى في بريده بالقصيم. قلت لك انا. قصيم اوكي. ما انا اعرف. لا نادي الرياض جمال. انا قلت مباراة بالرياض. الهلال مع الفتح، ايش توقعاتك؟ والله انا اتوقع الهلال، لان انا هلالي، بس بامانه الان يعني خلينا نتكلم بواقعيه. الهلال مو بس ان سامي الجابر اليوم مدربهم واللي ما اعطوه فرصه واللي دائما الاضواء مسلطه عليه، وباي خطا يخطئ سامي يتحمل المسؤوليه كامله. للاسف الناس مو منصفه مع سامي وما قاعد يتعاملون معاه باريحيه، ما قاعد يحاولون يعطونا الدعم والحافز انه يكمل مشواره. مدرب نجح معاهم، اعطوه فرصته مثل ما قال ابو حيدر، خلي اخر الموسم بعدين نقيم النتيجه. المهم انت لو انتهت المباراه 1-0 بالنهايه الفوز هو الاساس. فلما تيجي تحكم على المدرب والله انه ما جاب نتيجه، نبي الاهداف اكثر 4 و5، لا يعني المدرب ما راح ينزل بالملعب ويلعب مع اللاعبين في النهايه، هو مجرد ما يحط خطه واللاعبين يلتزمون فيها. اذا اخفق فهذا مو يعني شيء يتحمله. للتوضيح بس، الدور قبل النهائي ايضا مباراه واحده. اليوم الشباب راح يلعب مع التعاون والخليج مع النصر. نتمنى نشوف مباراتين حلوين ان شاء الله، ونشوف ايضا نهائي حلو في كاس العد. ابو حيدر تبي تقول كلمه بالاخير؟ والله بس احب اشكر، يعني قلت لك بالبدايه احب اشكر من سال عني، من الكل، واللي ما حتى اللي ما سال يعني بالعكس يعني اعذر الكل. واشكر صراحه السيد عبد العزيز عاشور، واشكر اداره النادي العربي، لان نص المبلغ هم يعني تكفلوا فيه. عزيز عاشور طبعا كلم الاداره، هو من ضمن الاداره،
طلعوا لي من النادي، يعني مو كل المبلغ مثلا الامانه يعني صح. عشان اكون واضح. احب اشكرهم. وبعد لك الحين فلوس ما عاد. اي وباقي حطوك 2000 دينار. لا ما راح يقصر. لا باقي بعد ما راح يقصر. ووعدني الامانه عبد العزيز عاشور قال لي من ارد من السفر، هو عنده سفره، من يرد بيخلص لي الموضوع ما راح يقصر. ويعطيهم العافيه. عموما احنا اخونا عيد المطيري صاحب محلات العاذريه للعطور في الفيحيل مجمع الخزام، امانه لما درى انك ضيفنا اليوم حب يهديك هذه الهديه البسيطه. تستاهل يا ابو حيدر، ومشكور نشكر اخونا عيد ما قصر، هذه هديه متواضعه تستاهل ما في رحله العلاج. وامانه اخونا عيد ايضا يعني صراحه حتى قال فريق العمل كله راح يكافئ ويكرم، فشاكرين لاخونا عيد المطيري. ما قصر، مشكور. مو غريب عليك يا اخونا عيد. احنا وصلنا الختام، خل اشكر ضيوفنا اليوم اخوي علي مقصيد ونتمنى له ان شاء الله عوده سريعه. خل اشكر ايضا اخونا وزميلنا الاعلامي والصحفي في جريده الانباء احمد السلامي. شكر لابو علي، شكر لابو خالد وايضا ابو علي. في النهايه خل اشكر اخوي شاكر العيد اليوم اللي اهداني تيشيرت تشيلسي، مع ان النتيجه انتهت 0-0، اعتقد تعادل مرضي للليفربوليه بالتحديد. نبارك لهم اكيد ونبارك للعم عادل العيار. هاردك حق شبيحه مورينيو. جاسم الهويدي يقول تيشيرت وايد حلو عليك. يستاهل. اي والله. ايضا العيار شيء ليفربول. اشكر ايضا هواوي، شركه هواوي ان شاء الله خلال اليومين راح نكرم الفائزين معانا في الاسابيع الماضيه. ايضا خل اشكر حلويات تورينو، خل اشكر اخوي عبد المحسن سليمان صاحب معرض احلى عصير. مشكور يا ابو سليمان على كرمك واللي قاعد تخجلنا ايضا بهذا الكرم. ايضا الشكر لتورينو، حلويات تورينو. الشكر لراعينا خلال هذه الفتره برجر كينج. في النهايه اذكر الاخوه المشاهدين ان شاء الله باكر ضيفنا اخونا العزيز فيصل الخلف مسؤول التطوير والعلاقات الدوليه في نادي ايفيان. اليوم وصل الكويت، نقول الحمد لله على السلامه. راح يكلمنا عن هالتجربه وعن نادي ايفيان بالتاكيد. لا انسى نشكر اخوي العزيز محمد جوهر حياه امانه، لانه هو كان من المفترض يعني اخونا ابو جوهر كان ماخذ موعد من اخونا فيصل ان اول لقاء تلفزيوني يكون معاه في برنامج الجماهير، لكن يعني احنا استاذنا من اخونا ابو جوهر وقلنا نبي فيصل ويانا اليوم. فامانه يعني بروح رياضيه ومو غريبه على اخونا ابو جوهر محمد جوهر حياه، قال بالعكس هذا برنامج يعتبر برنامج للرياضيين جميعا وماكو فرق بيني وبين الاخوان في ملعب الوطن. فكل الشكر يا اخوي ابو جوهر على هالروح الرياضيه العاليه، واخجلتنا ايضا بتواضعك ومو غريب عليك يا اخوي محمد. والنعم والله. نلقاكم ان شاء الله باكر بعد نشره منتصف الليل. الى اللقاء.